في مارس 2021 كريستي وهو مكان بيعمل مزادات باع لوحة أو صورة ب$69 مليون بس بالكريبتو كارنسي. الغريب هنا إن المزاد والصورة والفلوس كانت افتراضية. الدنيا بتتغير من حوالينا، كل حاجة في عالمنا دلوقتي في منها نسخة في الميتافيرس، وزي ما في حقوق ملكية في الحقيقة واللي كتير من الناس بتنتهكها، دلوقتي في ال NFT، الرموز الغير قابلة للاسترداد واللي بتثبت إن العمل ده بتاع فلان. عامل بالظبط زي الشريحة اللي بتتركب للحيوانات عشان تعرف هم فين ومحدش يسرقها. طب ازاي اقدر اكسب من ال NFT؟ كل اللي عليك انك تعمل تصميم، مزيكا، فيديو، اي ملف رقمي فيه ابداع، وتروح على البلوك تشين زي ايثيريوم وتعمل محفظتك الرقمية وتختار سوق لل NFT على الانترنت زي الاوبن سي، وتمنت الملف بتاعك يعني تسجله وتبدأ تبيعه. وخلي بالك انت لو ركزت على مجال ال NFT هتقدر تكسب منه ملايين الدولارات، زي اللوحة اللي اتباعت ب$69 مليون. التكنولوجيا غيرت كتير في حياتنا ولسه هتغير، ولازم من دلوقتي تبدأ تفكر ازاي تستفاد من التكنولوجيا اللي حواليك عشان ما يجيش الوقت اللي تقول يا ريتني كنت عملت كده من زمان. ابدأ دلوقتي.